غلطة من الغلطات الكبيرة اللي الكل بيقع فيها هي عدم الاهتمام بشكل الانترو والاوترو بتاع القناة. الانترو والاوترو بيمثلوا الهوية البصرية بتاعتك اللي هتخلي الجمهور بمجرد ما يشوف الفيديو او الشكل بتاعها عارف ان الفيديو ده بتاعك انت. اللي انا عارف ان انت ما تعرفوش ان الهوية البصرية دي بتأثر على الجمهور بتاعك بشكل ما وبتخليه بشكل او باخر مرتبط بيك وبالقناة. عشان كده في فيديو النهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل انترو احترافية وبأقل الادوات عن طريق استخدام موقع انفيديو، سواء هتستخدمه عن طريق الكمبيوتر او عن طريق الموبايل. وفي اخر الفيديو هديك نصيحة من دهب تخليك تستخدم الانترو بشكل صحيح، فتأكد ان انت تشوف الفيديو للنهاية. بدون بقى مقدمات كتير، يلا بينا نبدأ الفيديو على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر شاهين. ايه الاخبار يا جماعه؟ يا رب يكون الجميع بخير. قبل ما نبدا ما ننساش تصلي على سيدنا محمد ويلا بينا على طول. الموقع اللي هنستخدمه النهارده هو موقع انفيديو وده مخصص للكمبيوتر، لكن لو انت معاك موبايل وما معكش غيره ما تقلقش، اعمل الخطوات اللي اقول لك عليها دلوقتي دي وتابع بعد كده معانا من خلال الموبايل. اول حاجه هتعملها ان انت تدخل على المتصفح بتاعك ايا كان المتصفح ايه هو، وتدخل على جوجل. بعد كده تكتب من هنا انفيديو، هتكتب انفيديو بالمنظر ده وبعدين تدخل على اول موقع معاك بالمنظر ده كده، هتلاقيه جايب لك ساين اب ناو، هتتك عليها. اول ما هتدخل هتلاقيه بيقول لك ادفع فلوس والكلام ده كله، ما تقلقش يعني مالكش دعوه بيه خالص، وخش على انفيديو نفسها من هنا كده هتلاقيه دخل معاك وعادي جدا لو انت مش اول مره تخش. لكن لو اول مره تخش هيدخلك ان انت تسجل عن طريق جوجل بتاعك او الجيميل بتاعك. هتلاقي انا مثلا هنا كنت كاتب ان انا عايز انترو، فهتلاقيه جايب لي بعض الانترو الموجوده هنا. لكن لو انت عايز برضو اي حاجه تانية انترو اوترو اي حاجه، هتكتب هنا مثلا انترو وتتكه انتر، هيدخلك للتمبلتس بتاعتها. هتيجي هنا لو حاولت تخش، يعني لو انت حاولت تخش من هنا كده على الانترو مش هيدخلك، وهيقول لك لا ده انت يعني اديت ذس تمبلت من هنا كده، هتلاقيه ما دخلكش وبيقول لك ان اللينك اتبعت لك للايميل بتاعك. لكن احنا هنعمل حركه بقى تخليك ذكيه جدا، تخليك تتابع من على الموبايل. ايه هي؟ ان احنا نيجي هنا من الثلاث نقط اللي تحت ونعمل ديسكتوب سايت زي ما انت شايف كده. لما تعمل ديسكتوب سايت هيدخلك كانك داخل من على المتصفح بتاع الكمبيوتر ايا كان المتصفح اللي انت داخل منه، هتلاقي فيه الاختيار بتاعك ان انت تقدر تحول لعرض سطح المكتب او لجهاز الكمبيوتر. بعد كده هتختار التمبلت اللي انت عايزه مثلا وليكن ده وتدخل عليه، وبعد كده كمل معانا الخطوات من خلال الكمبيوتر، انت هتعملها برده من خلال الموبايل. نفس الخطوات اللي احنا عملناها دي من الموبايل هنعملها من هنا برده. هنكتب من هنا بس كده ان فيديو، سواء بقى دخلت من على جوجل او انت كنت داخل على المتصفح قبل كده ففتحته على طول. اول ما هتدخل هيجيب لك الداشبورد بتاعتك وان انت تعمل حاجه من هنا كده. هنعمل من هنا احنا هنا كرييت نيو، في عندك هنا تمبلتس، يعني تقدر تختار من التمبلتس الموجوده دي اللي هنعملها دلوقتي. وفي تكست تو فيديو لو انت عايز تكتب تكست وهو هيحوله لك لفيديو. وفي ستوك ميديا لو انت عايز يعني تابلود حاجه من على الكمبيوتر عندك، واديتور لو انت عايز تعمل اديت لحاجه موجوده. خلينا احنا في التمبلتس، هي دي اللي هنشتغل عليها النهارده. بعد كده من هنا كده هتختار تكتب هنا مثلا انترو، من هنا كده مثلا هتكتب انترو او يوتيوب انترو من هنا كده، وتنزل تختار يعني من بره كده. لو وقفت هيجيب لك الشكل بتاع الفيديو نفسه، يعني هيخليه كده يحمل بالمنظر ده من بره كده. فانت شوف شكل التمبلت اللي يعجبك. انا مثلا عجبني التمبلت ده فهدخل عليه كده، هتك عليه 2 كليك زي ما انت شايف كده، يقدر يخليك تستخدمه بابعاد 19:6، ده اللاندسكيب اللي احنا هنعمله اليوتيوب. وتقدر تستخدمه 1:1 لو انت بتستخدم الفيسبوك، وتقدر تعمله بورتري 9:16 لو انت بقى على التيك توك او انستجرام او الكلام اللي هو او شورت، الحاجات اللي بتستخدم الحاجات بالطول. احنا خلينا نتك يوز تمبلت وندخل بقى نشوف هنعدل الفيديو بتاعنا ازاي. طيب عشان تبقى عارف احنا هنعمل ايه دلوقتي مع بعض في انفيديو، اول حاجه احنا نعتبر نفسنا مبتدئين خالص وما بنعرفش نعمل اي حاجه خالص، فهنعدل الحاجات اللي موجوده في الفيديو. لو مثلا في لوجو هنشيله ونحط اللوجو بتاعنا، ولو في كلام هنشيله ونحط الكلام بتاعنا. ودي كده كان يعني لحد مبتدئ خالص مش عايز يتعب نفسه كتير وعايز يعمل حاجه سهله وفي نفس الوقت احترافيه. تاني مرحله هندخلها ان احنا نضيف مشهد جديد ونبدا نعمل احنا كريت مشهد من البدايه خالص، ودي هتكون مستوى متقدم شويه للي عايز يخش في المجال اكتر ويعمل حاجه احترافيه اكتر. خلينا بقى نخش في العمل على طول ونخش في الجد. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده هو جايب لك التمبلت بتاعك. التمبلت بتاعك هنا كده زي ما انتم شايفين كده عباره عن 3 مشاهد زي ما انتم شايفين كده. تحت في المشهد الاولاني هنا كده، وفي المشهد الثاني، وفي المشهد الثالث. هو عباره عن 3 مشاهد وفي موسيقى تحت. انا بقى مش هاخد الموسيقى دي من هنا كده، انا هشيلها خالص لان الموسيقى دي ممكن تكون مخالفه لسياسات اليوتيوب، فانا مش هستخدمها. انا هروح اجيب حاجه مثلا من هنا كده، شايف في فوق كده ابلودز مثلا من هنا كده، دي ابلود ميديا. طيب تمام، بعد ما حملت الموسيقى بتاعتي من هنا كده اقدر بقى من هنا زي ما انتم شايفين كده كليك اد از لاير، هتتك عليها بس هنا بتزايد كده هتلاقيه نزلها لك في التايم لاين بتاعك. بعد كده هنروح لاول مشهد نعدل عليه. هنقف بقى كده على اول مشهد، هتلاقي هنا في كل حاجه بتاعتك. ده اللايت بتاعك، اللايت كل ده ما يهمناش، احنا يهمنا ايه؟ ان احنا نقف لو في تكست ولا حاجه نعدل عليه. فاحنا هنيجي بس نقدم هنا شويه كده لحد ما يظهر التكست بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده التكست بتاعنا ظهر، فهاجي اقف على التكست الاولاني كده. كل اللي اعمله 2 كليك بالماوس بتاعي. طيب احنا هنكتب فوق ايه؟ مثلا انا هكتب على قناتي انا عمر شاهين، وتحت هكتب مثلا ايه؟ كونتنت ميكر او كونتنت كريتور. تمام. طيب انت لو بتاع طبخ هتكتب هنا فود مثلا، او تكتب كوكينج، فود اند كوكينج والكلام ده كله. شوف بقى انت المحتوى بتاعك ايه
تمام. وابدا حط المحتوى بتاعك. طيب هنيجي بقى عند زي ما انت شايف كده مايك اللي هي الجمله الكبيره دي، هنتك برضو عليها 2 كليك ونعدلها، نكتب الاسم بتاعنا زي ما انتم شايفين كده بمنتهى البساطه. وهكذا نروح بقى للمشهد اللي بعديه. لاحظ فوق ان هو لو عايز تضيف لوجو بتاعك هنا، لكن انا مش هضيفه، الكلام ده نبقى نعمله في المونتاج لو احنا عايزين نضيف لوجو ثابت فوق، لكن انا مش عايز اضيف لوجو ثابت دلوقتي، انا عايز كل حاجه بتتحرك في الانترو بتاعتي. هاجي للنقطه رقم 2، هتلاقيه جايب لك فيديو، تقدر انت تشيله وتحط الفيديو بتاعك. انا مش هحط فيديو بس عشان الفيديو يكون خفيف، هحط صوره مكان الفيديو، هوريك تعملها ازاي. برضو من نفس التابه اللي فوق اللي هي الابلودز بتاعت ابلود ميديا، من هنا ممكن تروح تجيبها من على سطح المكتب او من المكان بتاعتك دراج اند دروب عادي، يعني تشدها وتسحبها هنا او تعمل ابلود ميديا من هنا كده. طيب انا اخترت الصوره بتاعتي دي كده، كل اللي هعمله ان انا هعمل لها ريبليس، هروح جاي شاددها وحاططها مكان الصوره بتاعتي كده. فهو هنا بيقول لك اد از لاير، يعني يضيفها فوقها ولا يعمل لها ريبليس. لا انا عايز اعمل لها ريبليس. ليه؟ عشان ياخد كل الانيميشن بتاعتها وكل حاجه. انا مش عايز خلاص الفيديو ده، انا عايز اشيله اصلا من الوجود، فهتك على الريبليس هنا كده بالمنظر. فزي ما انتم شايفين هو هيعمل لها ريبليس ويفضل يحلل شويه وبعدين هيروح جاي مبدلها بالمكان اللي هنا. عظيم كده. نيجي بقى لاخر لاير موجوده معانا خالص. اخر لاير موجوده معانا خالص زي ما انتم شايفين كده، هتلاقيه حاطط لك هنا example.com اللي هو الموقع بتاعك، فهتيجي من هنا حاطط لك اللوجو، فهتيجي من هنا كده تتك 2 كليك. لو عندك موقع او ما عندكش هتتصرف. لو عندك موقع هتحط الموقع، يعني مثلا انا كده احط الموقع بتاعي www.عمرشاهين10.com مثلا. يعني لو ما عندكش تحط بقى والمعرف بتاعك بتاع القناه بتاعتك، يعني مثلا المعرف بتاعي @عمرشاهين10. فانا عشان كده ابقى اوريتكم الاثنين، يعني يبقى انت ممكن تروح جاي شايل دي خالص كده من هنا وعامل وعمرشاهين10 مثلا، او المعرف بتاعك انت بقى. شوف المعرف بتاعك بتاع اليوتيوب ايه، ولو مش عارفه خش من على الاستوديو اليوتيوب هتعرف تجيب المعرف بتاعك ايه، لكن انا هخليها بالموقع بتاعي. طيب هتيجي من هنا على اللوجو، هتضغط عليه ويقول لك ايه اد لوجو. انا طبعا عامل ابلود للوجو بتاعي مثلا، لو انت مش عامل هتروح جاي داخل برضه عامل ابلود للوجو من هنا كده وداخل على الكمبيوتر عندك وحاطط اللوجو. فانا هروح جاي عامل له كده من هنا كده واروح جاي لحد ما اللوجو يبدا يجيب اللون بتاعه ده، واروح جاي سايبه من هنا كده. بس كده انا خلصت. كده يعتبر انا خلصت الانترو زي ما بقول لكم. ده الشكل المبتدئ خالص لو انت عايز تعمل حاجه سريعه جدا في نفس الوقت احترافيه، بس مش هتعدل كتير. تعالوا كده نبص مع بعض. عظيم جدا. انترو بشكل سريع وفي نفس الوقت ما عدلناش غير بس التكست، وان احنا شلنا الحاجات اللي موجوده وحطينا بدلها الحاجات بتاعتها. تعالى بقى دلوقتي نخش في المستوى المتقدم. ايه بقى المستوى المتقدم؟ ان احنا نغير التكست او الفونت بتاعه، نغير اللون، نحط احنا اليمنت جديد، نحط صوره جديده، نحط مشهد ما كانش موجود اصلا من الاول. فنعمل الكلام ده ازاي؟ لو انت جيت وقفت هنا كده على المشهد بتاعك وجيت مثلا عند عمر شاهين كده ضغطت عليه كليك واحده كده، هيقول لك يفتح لك اديت لو انت عايز تعمل لها اديت، وهنا الفونت لو انت عايز تغير الفونت بتاعك. زي ما انتم شايفين كده فتح لك كل الفونتات اللي انت عايزها، تختار بقى الشكل، يعني تفضل تدور لحد ما ترسى على الفونت اللي انت عايزه. اهم حاجه بس ما يكونش جنبه ان هو مدفوع، يكون مجاني. تيجي من هنا ده السايز بتاع الفونت، يعني عايز تكبره عايز تصغره، احنا كده صغرناه مثلا. عايز تكبره هتحط هنا لحد، يعني عندك لحد ارقام كبيره جدا بس. وانت لو عايز تحركه برده، يعني انت ممكن تحرك اي حاجه انت عايزها. زي ما انت شايف كده هتضغط عليها بس، هتوقف عليها كده مثلا فيجيب لك ان انت تحركها. زي ما انت شايف كده هحركها واسيبها في المكان اللي انا عايزه بمنتهى البساطه وبمنتهى كل اي حاجه. طيب انا بقى الخلفيه مش عجباني، هاجي عند بريك وول كده من هنا دي، ولو انت عايز مثلا تصغرها شويه تكبرها، عايز تشيلها خالص تضغط عليها ديليت فيبقى الخلفيه زي ما انت شايف كده. عايز انت تحط خلفيه تانية، يا اما بقى من ابلودز تجيب الخلفيه اللي انت عايزها، يا اما تروح على ايمج من هنا كده وتكتب مثلا اي خلفيه انت عايزها، اي حاجه بقى. يعني مثلا لو الخلفيه دي مثلا عجباك هتروح جاي شاددها كده وحاططها في الخلفيه. هتقول لي طب انا هنزل الخلفيه ازاي؟ شايف الطبقات دي؟ هتروح جاي منزلها تحت خالص زي ما انت شايف، بقت تحت كل حاجه كده وخدت الايفكت بتاع الخلفيه. هتيجي بس من هنا تكبرها زي ما انت شايف بالمنظر ده كده. كده احنا غيرنا الخلفيه بتاعتنا. طيب انت مش عايز بقى وعملت كده والخلفيه القديمه عجباك، كنترول زد ترجع كل حاجه زي ما كانت. زي ما انت شايف كده كنترول زد ترجع كل حاجه زي ما كانت. خلاص كده انت كده رجعت كل حاجه. او من فوق من هنا لو انت مش عاجبك كنترول زد تعمل اندو. وزي ما بقول لك لو عايز انت فوق نفس الوقت جيت قلت ايه ده انا عايزها للتيك توك او عايزها للفيسبوك، تقدر تغير الاسبكت ريشيو برده من فوق من هنا. طيب نقدر نعمل ايه تاني يا عم عمر؟ نكمل بقى التكست بتاعنا. نقدر من هنا نعمل له السبيسنج، نقدر نكبره شويه، نقدر نخليه في النص او في اليمين زي ما انتم شايفين كده او في الشمال. تقدر تتحكم في اي حاجه، اللون بتاعه، وهيفتح لك عدد لا نهائي من الالوان. انت تقدر تغير، يعني لو ضغطت هنا كده بس تقدر تغير اللون زي ما انا بقول لك زي ما انت عايز. تقدر تخليه احمر، تقدر تخليه اسود، تقدر تخليه يعني الى ما شاء الله. الالوان زي ما انت شايف تحت كده، انت بس تختار اللون بتاعك وبعدين تبدا تختار الدرجه بتاعته زي ما انت شايف بالمنظر ده كده. طيب دي بالنسبه للحاجات دي. طيب حاجه كمان انا عايز اتحكم بقى في الكبر والعرض بتاع اللوجو بتاعي، فاجي اضغط على اللوجو بس من هنا كده هيفتح لك ان انت تكبره او تصغره والحركه بتاعته زي ما انت شايف كده. نفس الكلام لو جيت وقفت على عمر شاهين
تقدر برضو تكبرها او تصغرها او تحركها زي ما اتعلمنا بقى. ممكن تعملها بولد وتقدر تغير اللون بتاعها والشكل بتاعها، وتقدر تغير الحركه عشان تناسب يعني التصميم بتاعك. يعني تقدر تعمل اي حاجه، هي دي الميزه في الموقع. زي ما بقول لك انت عايز تنزلها لتحت، يا اما تشدها وتسحبها، يا اما من فوق بقى من هنا دي يا تطلعها لفوق يا تنزلها لتحت. عايز تمسحها من هنا. طب يا عم عمر ازاي بقى اقدر اغير حركه الدخول والخروج بتاعه العنصر ده؟ هاجي اقف عليه كده، يعني هاجي هنا اقف على اللوجو بتاعنا من هنا كده، وهاجي من فوق حاجه اسمها انيميشن. الانيميشن زي ما انت شايف كده هيفتح لك قائمه الدخول والخروج ولو انت واقف فيه. فمثلا احنا نعمل الدخول ان هو يجي من الشمال، تمام، وهو واقف نعمل زوم ان، يعني نخش عليه كده الكاميرا تخش عليه زوم ان كانه بيكبر. ولما يجي يخرج، لا يا عم اخرج مثلا نعمل له سلايد لتحت، يعني لتحت كده. فتعال نشوف بقى النتيجه بتاعتنا هتبقى عامله ازاي. يلا بينا. زي ما انتم شايفين هو دخل من الشمال زي ما احنا عملنا له، وفضل يكبر يكبر يكبر. لو ما لاحظتش ارجع تاني، رجع الحته الاخيره دي، وبعد كده ننزل لتحت. طيب احنا بقى عايزين نكريت حاجه من الاول خالص يا عم عمر مش موجوده. فهتيجي من هنا كده على اد سين، بعد كده تقول له بلانك سين. ممكن فروم تمبلت لو انت عايز تجيب له من تمبلت تاني، لكن احنا خلينا بلانك بقى خالص. اول ما تضغط على بلانك سين هتلاقيه بيقول لك بيلد يور اون سين من هنا، يعني هو حاطط لك تكست جاي، تمام. هنسيبه دلوقتي وبعدين نبقى نغيره، بس احنا عايزين نضيف خلفيه. فهتروح تختار الخلفيه اللي انت عايزها من هنا كده، وتروح جاي عامل دراج اند دروب مش اكتر، فهينزلها لك بالمنظر ده. بعد كده تبدا تكبرها لحد ما تناسب التصميم بتاعك. هتقف عليها بس كده وتبدا تغيرها من هنا كده عشان تناسب التصميم بتاعك او الابعاد بتاعه التصميم بتاعتك. فانت شوف بقى البوزيشن اللي انت عايزه او الابعاد اللي انت عايزها وتظبطها على كده. في حاجه كمان انا عايز اقول لك عليها، لو انت ضغطت كليك من هنا ممكن تسميها بقى باك جراوند او بي جي عشان تبقى انت عارف الحاجات بتاعتك وتقف عليها بسهوله بعد كده. طيب بعد انت ما عملت الباك جراوند بتاعتك ممكن نضيف لها احنا بقى شويه افكتات. من هنا كده نيجي على افكتس وتبدا تختار الافكتات اللي انت عايزها. عايز تضيف لها دروب شادو، عايز سبيشال افكت من هنا كده زي ما انتم شايفين كده في افكتات كتير جدا. عايز تضيف بقى اللي انت عايز تضيفه هنضيفه احنا على صوره ثانيه ولكن مش هتبقى على الخلفيه، تمام. بعد كده المود بتاعك اللي هو زي الناس اللي عارفه فوتوشوب او بتشتغل المونتاج هتبقى عارفه المودات بتاعتك دي. ممكن انت تخليها اي مود، ولكن احنا هنخليها داركن دلوقتي عشان تناسب الخلفيه بتاعتك. بعد كده لو انت عايز تعمل لها فليب يعني كانك في مرايه بالظبط زي ما انتم شايفين كده، تجيبها يمين او شمال او فوق وتحت زي ما انتم شايفين كده. احنا هنخليها زي ما هي خلاص، احنا مش عايزين اي حاجه. وفي دي ادجست كلر لو انت عايز تغير الالوان بتاعتها، لكن احنا كده راضيين عنها قوي. فخلاص على كده تك انتر، خلاص هي ثبتت معاك. بعد كده ممكن انت تكتب هنا اي حاجه انت عايزها في التكست. هتقف برده كليك وتكتب اللي انت عايزه. انا هكتب بقى اي حاجه دلوقتي، تمام. وليكن مثلا هكتب سبسكرايب، تمام مثلا يعني. بس كده ممكن بقى انا اجيبها في الجنب كده واروح جاي نازل شايف من هنا من اليمنتس كده. ممكن انا اجيب بقى زر الجرس او اجيب اي حاجه زي ما انت شايف كده في ستيكرز وفي شيبس. فهتكتب مثلا هنا تبحث عن لايك او تبحث عن اي حاجه انت عايزها او سبسكرايب او جرس زي ما انت شايفين كده. جاب لنا لايك مثلا اهو، هروح جاي انا برده ضاغط عليه من هنا كده وشده عشان يبقى بالمنظر ده زي ما انت شايفين كده. لو وقفت عليه هتقدر تحركه وتكبره وتصغره. احنا بقى هنجيبه من هنا مثلا، هنجيب ده في النص كده نخليه تحت، تمام. ونجيب ده كده نخليه بالموازاه بتاعه السبسكرايب، يبقى لايك وسبسكرايب مثلا، تمام. عايز تضيف بقى انت اي حاجه ثانيه تقدر تضيفها من هنا. طيب يا عم عمر دلوقتي في ادجست كلر زي ما انا لسه قايل لك اهو، لو عايز تغير الكلر بتاعها الوايت بالانس والكلام ده كله، وهنتعلم مع بعض دلوقتي نعمل الكلام ده كله على صوره ثانيه ان شاء الله مع بعض. ولكن اللي عايز اقوله لك دلوقتي ان انت تقدر بقى تعمل الانيميشن زي ما احنا اتعلمنا، ان واوت زي ما هو عاملها لك كده، وبرده ان واوت هنا زي ما هو عاملها لك، او انت تقدر تعملها. تقدر تجرب بقى الحاجات اللي انت عايزها دي كلها من يعني في زي ما انت شايف كتير جدا جدا، لكن احنا مش هنلحق نجربهم كلهم. فهختار انا بشكل عشوائي دلوقتي، تمام. فاضل بقى ان انت تضيف صوره مثلا زي ما احنا لسه قايلين كده. تقدر بقى تضيف من هنا من الابلودز بتاعتك، واللي بفضله ان انت دايما كل حاجه تكون انت اللي عاملها احسن يعني، تمام. بس احنا مش هنضيفها بدل الخلفيه، فهنروح جايين هنا عاملين ايه ان هو يضيفها لنا هو على لاير لوحدها كده. ولسه زي ما كنت بتكلم معاك ممكن احنا نخليها تحت شويه كده، تمام. ونروح احنا بقى نعدل على الالوان بتاعتها زي ما انت شايف كده من ادجست كلر من هنا كده. وتقدر تحط لها فلتر او تقدر بقى تعمل من هنا انت اللي تظبط حالك. الوايت بالانس لو هي الوايت بالانس بتاعها مش مظبوط، لو في لون اصفر زياده تقللها شويه، ولو كذا برضو الاخضر والماجنتا لو في لون ماجنتا زياده تقدر تقلله، لو في اخضر تقدر تقلله بالمنظر ده كده. بعد كده نروح للتون لو انت عايز تعلي الاضاءه شويه زي ما انت شايف كده او توطيها شويه، تمام. على حسب بقى الصوره ما تبقى بتاعتك محتاجه ايه. لو عايز تزود الكونتراست شويه في الصوره يعني الفرق بين الالوان الابيض والاسود، ولو عايز تزود تشبع الالوان شويه اللي هي ساتوريشن، ولو عايز الاضاءه بقى بشكل عام مش البرايتنس بس، الاضاءه بشكل عام زي ما انتم شايفين كده. ولو عايز تضيف لها فلتر مخصوص من تحت، او لو مش عايز تقعد تعدل في فلترز جاهزه تحت زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده في مجموعه من الفلاتر تحت، تقدر انت بقى تختار الفلتر اللي انت عايزه، ولو انت مش عايز تقعد تعدل الالوان بس كده. برضو تروح جاي في الاخر هنا انت ضايف لها انيميشن زي ما انتم شايفين كده من هنا ان واوت. هنختار برضو انيميشن بشكل عشوائي، وتختار برضو من هنا انيميشن بشكل عشوائي وليكن كده بس. وتبدا تشوف بقى انت عملت ايه. تعالوا كده مع بعض نشوف احنا عملنا ايه.
زي ما انتم شايفين كده هو عمل لنا، لكن الموسيقى خلصت. طيب اقدر بقى اكبر الموسيقى ازاي؟ هاجي عليها كده واروح جاي مكبرها لاخر المشهد بتاعنا. بعد كده عشان تصدر الفيديو وتحمله على الجهاز هتيجي هنا من اكسبورت وتختار بقى ال 720، لان احنا خلاص مش هينفع ب 1080 لان احنا مش شارين، الا لو انت معاك يعني بادجت وتقدر تشتري اشتري طبعا، عشان يشيل لك برده الفيديو اللي موجوده تحت اللي هي الوتر مارك. بعدين تقول له اكسبورت. بعد كده زي ما انتم شايفين تحت هيبدا يقول لك ريندرنج، وهيبدا يخلصها ويقول لك ان هو هيبعت لك ايميل لما يبدا يخلصها خالص عشان تقدر تحمل الفيديو بتاعك. ودي كده النتيجه النهائيه اللي وصلت. طب ايه يا عم عمر النصيحه المهمه اللي انت قلت لنا هتقول لنا عليها في اخر الفيديو؟ هي مش نصيحه واحده، هي نصيحتين. اول حاجه حاول الانترو بتاعتك ما تكونش ازيد من 10 ل 15 ثانيه عشان المشاهد بتاعك ما يملش وما يعملهاش سكيب. وظيفه الانترو انها تعمل ربط ما بينك وبين المشاهد وفي نفس الوقت تدل على المحتوى اللي انت بتقدمه، فعشان كده ما تطولهاش عن 10 ل 15 ثانيه. تاني حاجه ما تبداش الفيديو بالانترو بتاعتك، دايما ابدا الفيديو بكواليس من الفيديو او انت هتقدم ايه، وبعد كده حط الانترو بتاعك. حاجه كمان مهمه في شكل القناه وهي البانر بتاع القناه بتاعتك. الفيديو ده هيعرفك ازاي تعمل بانر احترافي وباقل الامكانيات. ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب الجميل وتفعل زر الجرس عشان تكون معانا في الفيديوهات اللي جايه اول باول. سلام.